السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض روتين سهل وبسيط، وفي نفس الوقت هنعمل اكلات صحية وللشتاء. يلا بقى نسمي على الرسول كده، ويلا بقى تشجعي معايا. وقومي بقى من تحت البطانية، الحاجة البدرية منسية. انا هنا بقى طبعا شلت السرير. انا بفرش الملاية وفوقيها مفرش، وبغير المفرش ده كل بتاع 4 ايام كده ولا حاجة. انا هنا بقى بفرش الملاية تاني زي ما هي كده. بدخلها طبعا من كل الجوانب بتاعة السرير عشان ما تسيبش المرتبة وتجري تتزحلق يعني كده بالشكل ده. بدخلها بقى من الاتجاه التاني. هنا بقى هبتدي افرش المفرش على السرير بالشكل ده. هنا بقى انا يعني هنزله كده من تحت ادخله من تحت المرتبة. انا السرير بتاعي عشان صحارة، فهيبقى ظابط الملاية شوية والمفرش، فمش هيبقى فيه مشكلة. لكن لو انت مثلا السرير بتاعك عادي مفهوش اللي هو الصحارة بتنزليه زي الملاية بالظبط كده، يا اما بتحطيه على حرف الملاية كده بالشكل عايزاكم بقى يا جماعة بالله عليكم، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويشجعني ويدوس على الجرس، على الاشعار، عشان يجيله كل اشعار انا بعمله او اي حاجة توصله. واللايك بالله عليكم، اللايك بيرفع من مستوى الفيديو، ربنا يكرمكم وان شاء الله معاكم. يعني باذن الله كده احقق نجاح كبير باذن الله. ولو في اي تعليق، يعني اي كومنت، مثلا في حد عايز يوجه لي حاجه يقول لي حاجه، انا تحت امره. انا بقى كده فرشت خلاص المفرش، ودخلته طبعا من كل الجوانب. وطبعا احط البطانيه مكانها. انا كان ممكن افرشها على السرير بس قلت لا، يعني مره ثانيه. هنا بقى انا طبعا شلت السجاجيد كنست الارض كنسه كده كويسه كده. كنت انا هنا بقى خلاص بلم التراب من اخر الطرقه كده بتاعت الاوضه. وعايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، دي اوضه المفروض ان هي يعني اوضه استقبال، او مثلا احط فيها الانتري او كده، بس انا طبعا مش هينفع، فحاطه فيها اوضه النوم، لان الباب يعني ده باب خارجي من الشقه. انا هنا بقى كده بفرش السجاده بعد ما نفضتها كده. وهنا بقى طبعا برفع الدي فريزر عشان ادخل السجاده تحتيه، عشان ما تجريش من على السيراميك كده بالشكل وهنا بقى هفرش الموكيتا اللي ما بين السرير والدولاب كده. بقى خلاص الاوضه بقت فله اهي. غيرنا المفرش ولمعته والسرير، ولمعت التسريحه وفرشت مفارش تانية نظيفه، ورصيت عليها الحاجات كده. والارض بقت نظيفه. وطبعا كنست كل السجاد والموكيت قبل ما افرشه تاني كده. خلاص دخلت بقى هنا على الصاله. طبعا انا شلت السجاده دي قبل ما اشغل الفيديو، عشان السجاده دي تقيله جدا، فكانت داخله كلها تحت الانتريه، فانا ما كنتش هعرف اشيلها، فكنت لازم بقى هوطي كتير ومش عارفه وكده. هنا شلتها طبعا، نفضتها. هنا بقى انا هكنس البلكونه. انا شلت الشوايه بتاعت الفراخ بتاعتي وكنست كده مكانها. كنست طبعا البلكونه دايما بيبقى فيها تراب على طول، عشان احنا على الشارع، فهنلاقي فيه تراب يعني شويه في البلكونه على طول كده. لما كنست كده كنسه خفيفه، طبعا انا شاده كل الحاجات دي كلها قبل كده. دخلت بقى هنا انا كده خلصت السجاده. دخلت بقى هنا على الغساله، احط يعني غسيل فيها وكده واشغلها. انا بستعمل اوكسي للغسيل، جميل جدا على فكره، يعني زي اريال، يعني بالنسبه لي انا كده حلو زي اريال.
انا هنا بقى كنت ببص على الكاميرا بشوفها شغاله ولا لا بتسجل، عشان قبل كده حصل موقف معايا وما سجلتش، فانا ببص عليها. فتلاقوني بقى ايه كل شويه ببص على فوق كده عشان انا حطاها فوق المطبخ، فبشوفها شغاله ولا لا. هنا بقى طبعا ايه بقلب الهدوم على ظهرها. دي كوكي بنتي حطيت بقى انا هنا بايه باتي الغسيل اللي انا بحط يعتبر ايه حاجات غوامق مع بعضها. الفواتح بخليها مرة تانية. هنا بقى دخلت على المواعين، قلت بقى ايه اخلصها عشان ايه لما اجي اخش على الاكل ما يبقاش ايه الحوض فيه مواعين وكده، تبقى الدنيا ايه فله ايه في الحوض. انا بغسلها هنا بقى زي ما قلت لكم طبعا وعارفين عني ان انا بغسل المواعين بميه سخنه كده بالشكل دوت. ان شاء الله في مره جايه بقى باذن الله ايه نبتدي يوم مع بعض من اول ما اصحى لحد ما نخلص ايه اليوم كله مع بعض ان شاء الله. انا طبعا مسرعه الفيديو عشان ما اطولش عليكم، وعايزه حبايب قلبي اللي بيدعموني دايما بشكرهم كتير جدا، وان شاء الله نبقى مع بعض في فيديوهات كتير. هنا بقى انا معايا ده رز، انا هعمل رز بلبن. دي كوبايه رز عادي عليها لتر لبن، بحطها من غير ما يكون سكر واسيبه على نار هاديه. بقى نعمل شوربه خضار، فاصوليا وبسله وده جزر وكوسه وبطاطس، معايا بطاطس 2 بطاطس، واللحمه طبعا شوربه الخضار لازم تتعمل على لحمه، ده اساسي بتبقى احلى. وهنعمل جنبيها سبانخ كده بطريقه بسيطه خفيفه من غير طماطم، ومعايا كزبره وشبت. هنا بقى طبعا غسلت اللحمه وحطيتها في الحله، وطبعا في الحله التانية الرز بلبن انا موطيه عليه. قطعت هنا بقى طماطمايه على اللحمه وبصله، وهحط شويه فلفل اسود، وهحط حبهان 2 حبهان، ولو في مستكه بحط عادي بس انا ما عنديش مستكه، وبحط ورق لورا برضو حلو. كل دي يعني حاجات منكهات للشوربه بتديها طعم حلو قوي، التست بتاعها بيبقى جميل جدا. طبعا ايه بسيبها بقى ايه تتشوح لها كده بتاع ايه ربع ساعه كده ولا حاجه، بقلبها تقليبه كويسه كده عشان كل الحاجات ايه يعني تاخد من بعضها. غطيتها هنا بقى للرز بلبن يا جماعه. ده كيس لبن نيدو ومعلقه كريم شانتيه خام، بدوبها في نص كوبايه ميه وبنزل بيها على الرز بلبن لما يستوي، وبسيبها تاني تغلي. هسيب الرز تاني يغلي براحته ووطي عليه خالص، يعني اوطي عليه اكني بسوي رز عادي. وطبعا ايه حطيت له سكر وظبطته وايه واسيبه بقى هو بيتقل من النشا بتاعته، وما بحطلوش اي اضافات تانية، يعني شويه كده وبايه وبلاقيه بيتقل والرز بيكون استوى، بيطلع بقى زي بتاع المحلات بالظبط مفيش فرق. هو كيلو اللبن عليه كوبايه رز صغيره. اعملي بقى بالمقادير ديت وشوفي الطريقه كده. انا ايه هسيبه بقى ايه يستوي. هنا بقى طبعا بعد ما استوى انا سبته هدي شويه، يعني هدي شويه من السخونيه. طبعا العلب دي حلوه جدا للرز بلبن، انا بستخدمها على طول، وممكن يعني بجيبها جديده واستخدمها مره تانية وبعد كده برميها. هنا بقى بفضيه في العلبه، بملى بقى كل العلب بالشكل دوت واسيبها لحد ما تبرد تماما، تبرد خالص، وبعد كده بروح ايه قافلاها وحطها في التلاجة كده بقى ما يطلعهاش اي ريحه خالص من التلاجة. لو في اكل او في اي حاجه طالما متغطيه تقعد معاكي مده طويله وتبقى زي يعني زي كأنك لسه عاملاه. اهو كده بقى انا بخلص الكميه دي، يعني ممكن اللتر اللبن بيعمل معايا 7 علب من الصغيرين. هنا بقى دخلنا على الفاصوليا، ولادي بقى هنا حبوا يساعدوني. دي بقى البسله هما بيفصصوها هنا. كوكي يا جماعه بتقول لكم اعملوا لايك 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 ليوميات ديدي ونينا، بس هي طبعا مش بتقولها صريحه كده، بتقولك لايك لايك لديدي ونينا. فاتمنى بقى ان هي ايه يعني تستجيبوا منها كده ايه وتسمعوا كلامها وتعملوا لي لايك واشتراك وللقناه بتاعتي. هنا بقى فصصوها اهي، بيبقى انا سايبهم طبعا بيفصصوا البسله بقى. قالوا لك احنا ماما نعمل معاكي نساعدك،
فقلت ايه يلا. طبعا دخلت بقى ايه هنا على التقطيع بتاع الجزر. انا بقطعه كبير، انا بقطع عامه شوربه الخضار يا جماعه بقطعها الحجم بتاعها ايه يعني مش كبير قوي، فوق المتوسط، بحيث ان انا لما تقعد معايا ما تتهريش، يعني تقعد معايا مثلا يومين ولا حاجه تطلع زي ما هي سليمه ما تبقاش مهريه. فعشان كده انا بقطع الخضار فوق المتوسط بالظبط زي ما قلت لكم كده. اهو شايفين بقى حجم مثلا تقطيعه الكوسه قد ايه، مش رفيعه، لازم تكون تخينه شويه. هنا بقى انا هكمل بقيه الكوسه. خلاص كده انا خلصتها. هنا بقى دخلت على السبانخ. طبعا انا غاسله السبانخ دي قبل ما اجي اقطعها، لازم تتغسل قبليها مش بعديها. بشيل طبعا الجزء اللي من فوق دوت، وبقسمها بالسكينه كده من فوق، وببتدي ايه اقطعها برضو ايه يعني تقطيعه بتاعتها ما بتبقاش رفيعه، يعني بتبقى برضو ايه عريضه شويه. بقطعها بالشكل دوت واقطع معاها الكزبره والشبت. هنا بقى حله ما فيهاش اي حاجه، طبعا حطيت السبانخ تتصفى من الميه، بنزل بيها كده في الحله عادي. طبعا هي كتيره دلوقتي شايفينها كتيره، لكن بعد كده هي ايه بتقل بالشكل ده. افضيها كلها اهي. وبقطع بقى ايه، هروح جايبه بقى ايه بصله صغيره، بصلايه صغيره كده، واروح ايه مقطعاها عليها. برضو بتبقى ايه التقطيعه بتاعت البصله بتبقى ايه رفيعه عشان ما تبانش في الاكل. بقطعها عليها بالشكل دوت، وبروح سايباها بغطي عليها بقى واسيبها لحد ايه ما تنزل بالشكل ده كده. خلاص اهي. طبعا انا هحط هنا معلقتين صلصه بالعدد بس، يعني الصلصه دي ما فيهاش اي حاجه، دي طماطم متسبكه على النار عادي، يعني حطاها كده لحد ما استوت وضربتها في الخلاط بس. هنا بقى دخلت على الرز. طبعا الرز ده انا غسلاه كويس، وحطيت معلقه سمنه بلدي، وابتديت انزل بالرز لحد ما اشوحه بتاع 5 دقايق كده كله مع بعض. الخطوه دي بتفرق في الطعم كده جميل قوي. هنا بقى بنزل ايه، هنزل عليه بالشوربه، وبزود ميه. دي شويه شوربه انا كنت شايلاهم من اللحمه قبل ما احط الخضار كده اهي كده. طبعا في حته طماطمايه جريت مني فمش عارفه امسكها، فانا طلعتها بعد ما خلصت تصوير من الرز. وطبعا معانا هنا شوربه الخضار بتستوي، حطها على النار برضو. والسبانخ خلصت، والسبانخ يا جماعه انا زودتها يعني كبشه شوربه بس، وقطعت فيها فص ثوم ويدوبك ايه على النار 10 دقايق. هنا بقى انا خلصت الاكل كده بالشكل دوت. شايفين بسم الله ما شاء الله جميل جدا وصحي. طبعا في الوقت ده احنا عايزين الاكل دوت عشان ربنا يعني ايه يرفع عننا الوباء يا رب، ويبعد عننا المرض باذن الله كده، وما يكونش فيه اي يعني اي حاجه في اي حد احنا بنحبها يا رب. انا كده بقى خلصت الاكل. طبعا هنا بقى بوريكم الشقه بعد ما خلصت اكل ونضفت المطبخ بعد الغدا وكده. هنا بقى دي الصاله بعد ما انا مفرشتها. انا غيرت بقى هنا، شلت الحافظه اللي انا كنت حطاها عشان اغسلها، وحطيت المشايه ديت كده قدام الباب، ودي السجاده كده. خلاص خلاص كده انا ايه يعتبر خلصت الشقه كده بقى. والمطبخ بقى فله برضو اهو كده، الرخامه زي الفل، والبوتاجاز والحوض فله فله شمعة منورة بقى بالشكل ده كده. شايفين؟ بس خلاص ده بقى الروتين بتاعي، ده الروتين بتاعي. اتمنى بقى ان الروتين بتاعي يعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة يوميات ديدي ونينا. متنسونيش في اللايك